ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل مع بعض العاشوره. دي جبنه اهوت البليله نقعناها لغايه لما فشرت. تمام. بنجيب الهاند بلندر كده، وبحب اضرب نصها زي ما انتم شايفين كده، وساعات ما بضربهاش والله، كده بتطلع جميله وكده جميله. ده كان نص كيلو غله. تمام اهوت. بصوا انا هضربها شويه كده، هضرب نصها، هيبقى دلوقتي بين النص والنص. ده بيخليها طبعا ناعمه، وبيخليها تربط برضو بسرعه من غير نشا كتير ومن غير الكلام ده. تمام اهو بصوا، شوفوا النص مفشر والنص اللي انا ضربه اهو. تمام. هنزل على النص كيلو ب3 كيلو لبن. تمام ادي اهو، ده كان كيلو، هنحطه هنقلب. بعد كده هروح نازله عليها كمان ب2 كيلو لبن. ال2 كيلو دولت انا خليت منهم كوبايه على جنب. تمام. الكوبايه دي بقى انا هحط فيها ايه؟ انا هحط فيها كيسين نشا صغير. تمام. ودي السكر. صحيح انا حطيت من الكوبايه دي حطيت 3 كوبايات، احنا بنحبها مسكره شويه. اهو ده النشا اهو، زي ما انتم شايفين حطيته، هما كيسين نشا هيربطوها وهيخلوها بجد جميله اهو زي ما انتم شايفين. ودي الفانيليا، حط عليها فانيليا بتخلي طعمها يا جماعه خطير. وطبعا انا بحب احط قشطه. تمام. انا كان عندي قشطه انا مخزناها من وش اللبن، انا خدت منها حته كده كبيره وحطيتها معايا، وشويه كده هتلاقوا زي ما انتم ما شايفين كده كانت ابتدت تتقل اهو الى حد ما. اهو ده وش اللبن اللي انا قلت لكم عليه بقى، ده بيخليها قشطيه وجميله بجد، بتبقى تحفه وخطيره، وبتبقى احسن كمان من بتاعه المحلات بقى. ده بقى كانت كوبايه، نص كوبايه كريم شانتيه زي ما انتم شايفين اهو، ده نص يعني. ده انا بحب احطه في الاخر ومش بيكلكع يا جماعه، وبيبقى جميل ومفيش اي كلكعه ومفيش اي حاجه. جربوها بس بالطريقه دي وهتدعولي بجد. لو وصلتوا لغايه هنا اتمنى تتابعوني وتعملوا اشتراك في القناه عشان العيله بتاعتنا تكبر. تمام اهوت، احنا كده المفروض ان احنا قلبناها وسيبنا. بصوا انا بجيب المضرب هضربها كده على ايدي كده خفيف، مش هيتبقى فيها اي حاجه خالص. بجد يا جماعه الطريقه ديت هتعجبكم. وهتحسوا كمان فيها بطعم اللي هو تحسوا ان هي ايه، كريمه قشطه، انتوا بتاكلوا قشطه. تمام. هنا كانت نطر مني حبه كده من المضرب، مسحتهم قبل ما ينشفوا يعني في الفرن وكده اهوت. وبرده هنا بدوق بقى بشوف اذا كان السكر مظبوط ولا لا. وطلعت مظبوطه الحمد لله، هي ال3 كوبايات اللي انا حطيتهم دول مظبوطين بالظبط يعني اهوت. وبقلبها بقى شويه كده، شويه في شويه هلاقيها بقى بتتقل خالص. بصوا طالما البليله كده طلعت على الوش كده اهوت، بصوا مش بتنزل، معناها كده ان هي خلاص، هي يعتبر استوت وربطت وكده عرقها حلو. تمام. بصوا بقى يعني اصبروا عليها شويه لما تبرد، بعد كده حطوها في العلب. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي.